لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقرات لاله مولاتي المتنوعه، وكيحضر معنا الدكتور طارق الألوسي اخصائي في امراض وجراحه العيون. اهلا بك دكتور. صباح الخير سناء. توحشناك بزاف والمستمعين يعني كيسولوا فيك، وانت راه شتي كلشي في الفيسبوك، ولكن انا عارفه المشاغل ديالك ويعني كتحاول دائما تلقى لنا واحد الوقيت ان شاء الله. الله يخليك، انا توحشتكم. بارك الله فيك، شكرا لك بزاف. اليوم غادي نتكلموا معك على ارتفاع ضغط العين اولا داك اللي كنسميو بالدارجه العمى الازرق، ياك؟ نعم. لانه كنعرفوا انه دائما كنسمعوا ملي كنتكلموا على ارتفاع الضغط يعني الدم، دائما كان بزاف ديال الاشخاص كيربطوه ما بين ارتفاع ضغط العين وما بين لا طونسيون العاديه، يعني طلعت ولا نزلت. فاليوم بغينا نعرفوا المفهوم الطبي ديال شنو هو ارتفاع الضغط في العين. باش نوضحوا المساله، بالنسبه لارتفاع ضغط العين او الجلوكوما او الجلوكوما الفرنسيه، في العاميه ديالنا كانوا كيقولوا العمى الزرق، هو مرض اللي كينتج على تراكم ديال السائل ديال العين، ماشي ديال الدموي، يعني ديال العين. هذاك السائل علاش كيتراكم؟ حيت كيكون الانتاج ديالو كيكون كيفوق السرعه ديال دونك التدفق. نعم، كيتراكم في الغرفه الاماميه ديال العين. واش كيطرا واحد الاعراض على العصب البصري، دونك كيكون ضغط على العصب البصري. والعصب البصري بحال اللي كنعرفوا الخلايا ديالو هما كيكونوا خلايا دائمه، ولكن ما كيعاودوش يتعوضوا. يعني ملي كيطلع الطونسيون في العين كيقيس ديك العريقات، ديك الخلايا العصبيه البصريه، وملي كيموتوا ما كيعاودوش يتخلفوا. دونك هذا المفهوم ديالو، يعني كاينش علاقه بين الضغط العين والضغط العروق ديال الدم، هذاك اللي كنعرفوا الطونسيون ارتيريال. دونك يعني هذا جوج ديال الطونسيون، يعني هذا الطونسيون التوتر ديال العين، الطونسيون ديال العين. هذه من جهه. التلاشي ديال هذوك العروق اللي كيموتوا مثلا ما تيبقاوش يعاودوا، يعني واخا بعمليات ولا بليزر ما تيعاودوش يخلفوا. دونك الخطوره ديال هذا المرض هو اخطر مرض كاين في الامراض العينين بالنسبه ليا. علاش؟ حيت الجلاله اذا طلعت نقدروا نداويوها، نديروا عمليه، واخا تطلع في واحد تكبر بزاف وترجع البلوره معتمه نقدروا نديروا عمليه. الشبكه اذا تقلعت نقدروا نردوها، واخا اذا تعطلت كنلقاو مشاكل باش نردوها. ولكن بالنسبه للعمى الازرق، هذا الجلوكوما، المريض ما كيحش في الاول بان الشوف كينقص ليه، يعني كيبدا الشوف كيبقى يتلاشى غير في الجوانب ديال الشوف ديال العين، الحقل الرؤيه كيسمى الحقل الرؤيه الشون فيزويل، وحتى الاخر عاد كيقيس الوسط ديال العين. ولكن ملي كيقيس الوسط العين كيكون عنده واحد الرؤيه كتسمى النفقيه، يعني غير في الوسط، غير في الوسط ديال العين. وهذيك الوقت كيكون سي ترو طار. يعني قبل ما نمشيو دكتور الاعراض، نبغيو نعرفوا بعدا شنو هي الاسباب اللي كتعطينا هذا ارتفاع يعني ضغط العين. واش هو يعني حاله مرضيه ولا كاين شي امراض اللي ربما هي اللي كتسبب هذا الارتفاع ديال ضغط العين؟ نعم، شكرا على هذا السؤال. باش نوضحوا الامور، كاين 5 الانواع ديال زرق العين او لا الجلوكوما ولا الطونسيون ديال العين. كاين اللي كثير بزاف هو الزرق المفتوح الزاويه، يعني الطونسيون كتطلع. وكاين حنا في الاناتوميا ديال العين كاين واحد الجهه سميتها الزاويه، هي ملي كيخرج السائل باش كيدخل لا سيركولاسيون. دونك هذيك الزاويه فيها واحد المكون اللي كيجعل كتسد هذيك. دونك اما كيكون زرق مفتوح الزاويه ولا مسدود الزاويه، مقفول الزاويه. دونك هذا كان بالفرنسي كيقول جلوكوم ا اونغل اوفير ولا جلوكوم ا اونغل فيرمي. دونك هادو جوج الانواع. كاين النوع الثاني هو الزرق اللي منخفض الضغط، يعني ما كيكونش ضغط في العين ولكن كيكون زرق. يعني شنو المفهوم؟ يعني العصب البصري راه كيبدا يموت، العروق ديالو يتلاشاو، ولكن حنا كنقولوا بان الطونسيون كتكون طلعت كتكون فوق 21، عاد كنقولوا بان الطونسيون راه طلعت ديال العين. الطونسيون ديال العين هي الطونسيون ديال العين المعدل الطبيعي من 10 ل 21. 10 ل 21 يعني 19 راه نورمال. ولكن باش نفهموا هذه المساله عاد نهضروا عليها من بعد. هي هاد العبار كنديروا على حساب القرنيه، يعني كنديروا العبار وكنديروا العبار القرنيه، السمك القرنيه، وفي هاد جوج العبارات كتعطينا واش 19 ولا 18. يعني العبار ديال الطونسيون زائد القرنيه كيعطينا واحد لو شيفر، واحد المقاس خصو يكون قل من 21، من 10 ل 21. ولكن كاين واحد الزرق اللي واخا الطونسيون كتكون عاديه
وكيكون العصب مقيوس، يعني بحال اللي نقولوا بان هذاك الانسان كيكون لا موين ديالو ماشي هي 21 ولكن قل من 21. بالنسبه لنا حنا كنقولوا 21 ولكن هو كتكون العصب ديالو كيبدا يتقاس من 15 ولا 16 ولا 17. يعني هذيك ليميت سوبيريور ديالو الحد الاقصى ديالو هي 15، هي لا نورمال ديالو ما خصوش يفوتها. بالنسبه لهذاك النوع اللي كتسمى الزرق المنخفض الضغط، دونك كاين الزرق المفتوح الزاويه هذا كلهم طالع الضغط، الزرق المنخفض الضغط، الزرق المغلق الزاويه، يعني هذا واحد الحاله كتكون خطيره نشوفوا من بعد الاعراض ديال كل حاجه. وكاين الزرق الخلقي نقدروا نهضروا عليه كيدقى الدراري الصغار، هذا كيتولدوا به. كيكون بعد الامراض التعفنيه كتقيس المراه في الفتره ديال الحماله كيتولد الوليد بهذا عينو كبيره شويه وعينو كتبقى الدمع وكيشعر كيضر، والقرنيه كتكون مضبه فيها البيوضيه ويكون عوينات كبار بزاف وما كيبقاش يشوف، عينو كتبقى تهز. هادو كيسمى ديال الطونسيون ديال الدراري الصغار جلوكوم كونجينيتال. وكاين واحد الزرق اخر ثانوي علاش هو يعني كيكون مسبب شي حاجه اخرى بحالاش كاين بعض المرات الكورتيكويد واحد لي تريتمون كنديرون في العين كيطلعوا الطونسيون. كاين بعض المرات التهابات العين كتقدر تطلع الطونسيون، كاين بعض المرات الجلاله اللي خلينا بزاف ما داويناهاش تقدر تطلع الطونسيون. دونك هادو هما الانواع ديال الزرق. هادو هما الانواع ديال الزرق. وبالنسبه للاعراض واش كاين شي اعراض اللي هي باينه يعني ظاهريه؟ لانه كنعرفوا انه العين حساسه وما تنعرفوش يعني كيفاش نتعاملوا معها، واخا مثلا كيف قلتي يعني التلاشي ديال العروق ما غاديش تبان لينا حنا، يعني خاص اختصاص. دونك انا هنقبطوا الحاله اللي كثيره هي الزرق المفتوح الزاويه الجلوكوم اونغل اوفير. هذا الزرق هو اللي كيمثل الاغلبيه ديال الانواع ديال الزرق. هذاك الزرق اولا باش نعرفوا لي فاكتور دو ريسك، يعني شنو هما العوامل اللي كيجعلونا بان هذا الزرق كيقيس العين. اولا العامل الاول هو الوراثه، يعني اذا كان انسان عنده الاب ديالو ولا الام ولا العمه ولا جينيتيك كيكون الفاكتور العامل مضروب على 3، يعني كيكون لو ريسك باش يقيسوا الزرق 3 المرات. كاين العامل الثاني هو السن. يعني كل ما زاد العمر فوق 40 50 60 70 80 عام كل ما الاحتمال باش ياخذ تحت الزرق كاين. ثالث حاجه كاين البشره الداكنه معروفه بانها حنايا في الطب العيون بان كاين احتمال باش اكثر عرضه بالاصابه بالزرق، حيت البوبولاسيون الميلانوديرم كنعيطوا لهم عندهم الزرق اكثر من هذه دراسات داروا في واحد جزر سان لوسي واحد البلايص لقاو بان البشره الداكنه عندهم الزرق اكثر واخطر. دونك هاد ثلاثه. وكاين لا ميوبي فورت، وكاين ناس عندهم الطونسيون كتهبط في الليل ملي كيكونوا ناعسين الطونسيون كتهبط لهم، حتى هادو كاين عرضه باش يديروا الزرق مفتوح الزاويه. بالنسبه لهذا الزرق المريض ما كيحس بوالو، هذا هو الخطير. يعني اعراض خفيه كتكون خفيه بحال السكر ولكن اكثر من السكر، يعني مرض خفي صامت حتى كيدير المخلفات ولكن كتكون في الديفينيتيف، يعني ما نرجعوش للوراء. يعني الانسان كيكون في الاول الاعراض اللي نقدروا نحسوا بها هو بعض المرات في الليل ملي كيكون الضوء خافت شي شويه كيحس بان هو بالنسبه ليه الضوء خافت اكثر من الاخرين، يعني كيحس بانه ديرونجي، كيحس بان ملي كتكون غرفه ناقصه في الضوء كيحس بان هو مديرونجي نقص اكثر من الاخرين. ما كيكونش مرتاح ملي كتكون الاضاءه خفيفه. هذه في الاول ديال الزرق يلا كيبدا. هذا عرض اللي ممكن الواحد يرد ليه البال. هذه كتسمى اون ديمينيسيون دو لا سونسيبيليتي ريتينيان، يعني كتنقص في لا سونسيبيليتي الاشعه. دونك هذا الاعراض الاولانيه. من بعد ما كيحس والو حتى كل الام لا حريق لا والو. بالنسبه لهذا انا كنهضر بالنسبه للزرق المفتوح الزاويه هذا هو اللي كاين كرونيك. دونك وفي الاول شنو كيطرا؟ كيبدا المجال الرؤيه، يعني هو المجال البصري حقا للرؤيه كيبدا يسوغيتريس، يعني كيضيق، يعني الى ما يقدرش يشوف لي كوتي، كيشوف غير في الوسط وفي لي كوتي ما كيبانولوش مزيان في الاول. يعني لو ريسك بحال المرض يقدر يقطع الطريق ولا شي حاجه ما يشوفش الطوموبيله كدايزه حتى كتوصل للوسط ديال الرؤيه ديالو. دونك هذه حاله يعني في الجنب ولا في هذا ما كيبانلوش، حيت هو كيقيس بدا فوق الجناب عاد كيدوز للوسط. حنايا الوسط عاد شوف كينقص، حيت نقدروا حنا نشوفوا 10 على 10 وبالوسط، حيت كنشوفوا 10 على 10 ولكن بالوسط، ولكن الجناب ما كنشوفوش مزيان يدي الناس. يعني حتى الاخر ملي كيقرب هذا الزرق يوصل للحد ديالو كيسمى النفق، يعني رؤيه نفقيه، بحال النفق كيشوف الوسط ديال واحد النفق وراه يقدر يشوف 10 10 ولكن رؤيه نفقيه في لي كوتي ما كيشوفش، الجناب ما كيشوفش. هذا بالنسبه للزرق المفتوح الزاويه. بالنسبه للزرق الاخر هو المغلوق الزاويه، هذا كيكون حاله مستعجله، يعني كتكون منفوخه
الطونسيون طالع، عين حمراء كتضر هذه كيوصل لواحد المرحله اللي لا ماشي نفس النوع الزرق، هذاك زرق اخر وقليل كيكون تقريبا واحد 10%، ولكن كيكون هو اصلا المريض الا حس بها راه كيمشي عند الطبيب. بما انه هي اعراض صامته واعراض خفيه، يعني نصيحتك مثلا بالنسبه للناس اللي كيسمعونا اليوم، واش ضروري انه بما انه ما كيبانش خاص استشاره طبيه، لانه للاسف حنا كنمشيو عند الطبيب حتى كنكونوا مرض، يعني العلاج الوقايه لا. كاين واحد لاغيكل، كاين واحد القانون كيقول لك بان اللي عنده الاب ديالو عنده الزرق والام ولا شي واحد من العائله كيداوي على الزرق، خصو من 40 عام يمشيو في الطبيب ديال العينين ويعبر الطونسيون ديال العين، ماشي غير بدل النظر ديال القرب، حيت في 40 عام كنبدلوا النظر القرب هذه معروفه، ولكن زائد النظر القرب كنعبروا الطونسيون. الطونسيون علاش كيخصو يشوف الطبيب العينين؟ حيت مره في العامين هو كيعبر له الطونسيون، مره كل 3 شهور، مره كل 6 شهور مثلا، مره في العام، مره في العام كافيه، يعني راه مزيانه مره في العام. كاين بعض الحالات اللي كيكونوا الطونسيون قريبه ل 20، يعني كنلقاو عنده 20 ولا 21، وكنكونوا عبرنا القرنيه كنلقاو 20 21. في هذه الحالات كنخاف ولا يطلع 23 ولا 24. في هذه الحالات نقدروا نعيطوا له يجي مره في 3 شهور ولا 4 شهور ولا 6 شهور، وكنديروا بحال اون كورب ديال الطونسيون، منحنى ديال الضغط، وكنشوفوا واش فيه شي بيك كيطلع ل 25 ولا 26 ولا 23 نقدروا نعطيو الدويات في بعض الحالات. مي بصفه عامه الا الانسان ما عنده حتى شي مشكل، مره في العام كيعبر الطونسيون ديالو. الا كانت عنده وراثه واخا هذاك نقدروا نعيطوا له قبل 40 عام ويعبر الطونسيون. في بعض الحالات الا تطلع الطونسيون فوق 30 درجه كيقدر يعطي حرقه الراس، هذه معروفه. نقول لكم انا خالتي واحد كانت راسها ديما كيضرها، وقبل ما ندير الطب العيون كتقول لي راسي كيضرني، وديما كتشوف النظر كتبدل غير النظر ولا ما كيعبروش الطونسيون ولا. مي جات عندي كندير الضغط عينها لقيت عندها 30، وهذه خالتي، ومني كنشوف العصب البصري ديالها في عين اليسرى كنلقاه بيض، ما بقاش الدم كيدوز ليه، يعني عين مشات لها كلها. واحد العين عاد رجعت كنشوف بها، ولكن وهي عندها 40 عام، يعني شحال شافت الطبيب، ولكن ما يعني النصيحه الضغط خصو يتعرف حيت ما كتحش به تقدر بسبعك تحس به بان بحال العين شويه مزيره في الجسم، ولكن في العينين ما كتعرفش. نقدروا بعض المرات كاين كيقول لك عينيه مزيره شويه، كتقيسها بسبعك كتحس بها مزيره شويه، ولكن هذه ماشي طريقه باش نقيسوه. كنقيسوه بواحد الالات، يا اما واحد الاله بالهواء كضرب الهواء في العين وكترد لنا ديك لا ريزيستونس، وكنعبروا القرنيه وكنشوفوا كيفاش دايره. اذا مستمعينا اكيد مثلا مواصلين رفقه الدكتور طارق الألوسي، اختصاصي في امراض وجراحه العيون. اليوم كنتعرفوا معاه على ارتفاع ضغط العين او الزرق. غادي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا مباشره لاستقبال مكالمتكم الهاتفيه. مرحبا بكل تساؤلاتكم الطبيه، اللي عندكم اي تساؤل الدكتور تواصلوا معنا اللحظه على 0522 46 72 50 51 52. اذا نمشي مباشره دكتور لاستقبال المكالمات الهاتفيه ديال كل اوفياء من خلال برنامج لامولاتي. معنا اول مكالمه وديان من وجده. الو السلام عليكم لاله. وعليكم السلام ورحمه الله. وديان مرحبا. بارك الله فيك، نهاركم مبروك، وكنشكركم على هذا البرنامج الرائع. زعما البرنامج ديالكم كاملين ديال الميديا ما شاء الله. ميد راديو مرحبا. الله يبارك فيك. لا يخطيك. وي لاله، بغيت الله يخليك نسول الدكتور. تفضلي. لاله مرحبا. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم. وي دكتور الله يستر عليك، بغيت نسولك واحد السؤال يا جات على خاطرك. مرحبا. انا ما كنشوفش مزيان، عندي الشوف ناقص بزاف، وكنت كندير لي لونش لمده 7 سنين تقريبا. نعم لاله. وكان كانت صارت لي في الشبكه ديالي، كانت تحلت لي الشبكه. تحلات يعني الشبكه تقلعت؟ نعم. الشبكه تقلعت ولا تقبات؟ تحلات لي يعني الشبكه تقطعات بحال تقطعات شي شويش. ودرتيها الليزر؟ درت واحد العمليه ديال الليزر. ابخي وليت رجعت درت لي لونتي مده واحد العام، بديت كنحس عينيا كيدمعوا بزاف. دونك بالنسبه للموضوع ديالنا هو ديال ضغط العين، بالنسبه لي لونتي نقدروا نهضروا عليهم ماشي مشكل. واخا اسمح لي، واخا ماشي موضوع لا ما كاين حتى شي مشكل. مرحبا. مي بغيت غير نسولك دكتور، دابا انا رجعت ندير النظارات ديالي وليت بغيت عاوتاني ندير لي لونتي. مي لي لونتي لحسن ما كان شرح لي الدكتور ديالي، قال لي ودي ما يمكنلكش ديباسي بهم واحد الوقيته، وانا خدامه بحكم الخدمه ديالي كنديباسي الوقت ديالي، كنديباسي 100 السوايع ديالي. انا نفسر لك بالنسبه لي لونتي. بالنسبه لي لونتي كاين واحد الماتيريو اللي مصاوبين به كيسمى سيليكون هيدروجيل. داكور. بالنسبه لهذاك الماتيريال كاين جوج الانواع ديال لونتي. كاين لونتي ريجيد
اللي كيبقاو 3 سنين هذوك لي لونتي ريجيد كتسمى لي لونتي صلبه يعني عدسات صلبه هذوك كيكونوا متقوبين في الوسط ديالهم تقيبات كيدوزوا الاكسجين مزيان ويقدروا يصبروا 3 سنين يعني كديريهم في الصباح كتحيدوهم في الليل ملي كتجي تناسي وكيبقاو 3 سنين وكديري لهم ديك لو ليكيد الماء اللي كيتغسلوا به وكتبقاي تمسحيهم قبل ما ديرهم كديرهم في الكف ديالك وكتبقاي تمسحيهم في الكف وعاد كديرهم في عينيك باش هادو كتسمى لي لونتي ريجيد داكور هادو ماشي مشكل. بالنسبه لي لونتي سوبل خصك تعرفي بان كل لونتي عندها واحد المده ديال الصلاحيه ديالها هذه من جهه دونك ما يمكنليش ندير لي لونتي ديال شهر وندير فيهم 6 شهور. لونتي ديال شهر راه شهر كتسمى مونسيويل لونتي ديال جورناليير راه يوميه ولونتي بي مونسيويل ديال دو فوا بار سيمين راه سي 15 يوم يعني من الاحسن ما كنصحك تفوتي شهر بلا لونتي. وحاجه اخرى خصك تعرفي لو ماركاج ديالها يعني اون لونتي فيها ان ماركاج سي او يعني كتكون كتكون عندها واحد لا كاليتي اوروبيان عندها واحد المعايير ديال لا كاليتي كتكون مكتوبه سي او تعرفي الماركه ديالها سميتها دونك ومكتوبه فيها شحال كتستعمليها واش مره في النهار ولا 2 مرات في الشهر ولا مره في الشهر. دونك هذه بالنسبه لي لونتي سوبل من الاحسن ديري بها شهر ما تفوتيهاش الا كانت عندها على حساب شهر الا كان على حساب النهار خاصها النهار الا كان ديال 2 مرات في الشهر ولا 2 مرات في الشهر يعني خاصها تحترم المده. لي لونتي تراديسيونيل واحد لي لونتي كيبقاو فوق 3 شهور 6 شهور انا ما كنصحش بهم ديروا لي لونتي ما تفوتش شهر بهم وتكون عندهم ان ماركاج سي او. واذا كانت حساسيه عندك ولا نشوفيه في العين كديري الدواء ديال الحساسيه والنشوفيه العين دونك هادو هما المسائل الاحتياطات اللي يمكن لك ديريهم. واخا ناخذ مكالمه اخرى. ايمان من طنجه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايمان انا عندي واحد السؤال دكتور الله يجزيك بخير. عندي بنتي عندها 5 سنين عندها كيس دهني في الجوف العلوي ديال العين. كيس دهني هو كيس ديرمويد. دابا الطبيب قال لي هو كيس مهم هذه 5 شهور هو فيها. ملي ديتها للطبيب عطاني واحد لابوماد كنمصي بها هذيك الكيس ولكن بدون نتيجه. دابا شهرين وانا متبعه ليها تريتمون بدون نتيجه. وكديري المسخون كديري المسخون فوطه في الصباح وفي الليل ودابا يا الله التجت لهذا الشيء هذا كندير ليها كمادات دافيين كنديروا ليها فوق العين 2 المرات في النهار. كتشوفي خصك ديري الكمادات ديري المسخون 10 دقائق تسخني مزيان الفوطه وتحيديها وديري البوماده فوق ديك الكيست وتبقاي تدلكي بصبعك مزيان حيت هو شنو هذوك افرازات دهنيه. بالنسبه للافرازات الدهنيه ملي كتكون المسام مسدوده مع منين تخرج كتجمد دونك كتجمد خصنا ندوبوها كندوبوها بالمسخون الفوطه وملي كنديروا ان ماساج فوق الجفن الفوق والتحت في البلاصه فين كاين الكيست وكيخرج الا خرج مزيان الى بعض المرات ما كيخرجش سنحلوها باش تخرج كتحيد. وبعض المرات الدراري الصغار كيكون عندهم هذه المشاكل كتكون كتعاود كنقلبوا على العبر ديال النظر ديالهم الى العبر تشوف بعض المرات كيكون الشوف ناقص سنديروا لهم حتى النظر. بعض المرات اذا كانت هذا المشكل ديال الكيست او الشلازون كيرجع فعلا كنشوفوا في الغالب كيكون هذا المشكل. اذا كان كيرجع خصنا نديروا العبر نشوف باش نشوف الا كنشوف ناقص بعض المرات عند الدراري كيبقى يجيهم الكيست وكيبقى يتعاود والطريقه اللي وريتك هي هذه كنديروا ليجين دي بوبيير يعني كنديروا مسخون فوطه في الصباح في الليل 10 دقائق في الصباح 10 دقائق في الليل وندهنوا بديك البوماده اللي عطاك البوماده عندك 10 ايام 15 يوم هادشي مشى هو ما مشاش راه خصك تحيدها. ناخذوا مكالمه اخرى. حياه من مراكش. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياه الحمد لله بارك الله فيك. تفضل حياه. تعطيك سؤال الدكتور. وانا كانت عندي جلاله انا في عمري 38 كانت عندي جلاله حيدتها ودابا الوالد حيد له مشاري البصر بهذا الطونسيون ديال العينين. واش يعني ممكن وخرج لي طبيب نظاظر يعني كنحس براسي كنشوف عاديه بلا نظاظر ولكن تنكون حانيه راسي وتنهزو وتتبان لي الدبار وانا ما متعودش على نظاظر ما تنديرهمش. دابا السؤال واش ليك ولا الوالد ديالك عندك؟ الاب ديالها كان عنده يعني كيف ما قلتي لنا يعني بالوراثه ومشى لي البصر. بالنسبه لك راه صغير على الجلاله شنو منين جاتك الجلاله؟ واش تضربتي في عينيك ولا كنتي قال لي انا واقيلا حاسه واحد القتيب كان خشى لي في عيني في الصغر هادشي اللي شكيت فيه. ايوا داكور. دابا كتشوفي بلا نظر مزيان؟ كنشوف يعني بحال غير هو عندي واحد الديفون تنكون حاضره راسي وتنهزو نبغي نطلع من الشارجون ولا غير نبغي نهزو نشوف تتبان لي الضباب ولا كيبانوا لي جوج ديبلوبي يعني تشوفي جوج من الحاجه بعينيك وحده ولا بجوج عينين؟
المهم كتبان لي نفس النظره بهم بجوج وخصوصا ديك العين اللي حيتها زادت. انا نقول لك لا غير تفهمي واحد القضيه بان الانسان ملي كيكون صغير انت عندك 38 عام وعندك جلاله بعدا باش نفهموا كاين جلاله الناس الكبار كاين جلاله ديال الناس الصغار وكاين جلاله ديال الشباب. الجلاله ديال الاطفال هذيك جلاله بحال الطونسيون كتكون عندها علاقه مع تعفنات كتكون ولا امراض في الحمل. كاين جلاله ديال الناس الكبار اللي فوق 60 عام ولا قبل 55 عام الفوق هذيك هي اللي كتكون كثيره. وكاين هاد الجلاله اللي كتقيس الناس الصغار اللي عندها علاقه مع واحد الامراض بحال دابا اللي كتكون عاوتاني لي كورتيكويد واحد الانواع ديال الادويه كتقدر ديرهم في عينيك وكيطلعوا جلاله او لا ضربه كتكون تروماتيزم ضربات العين كتطلع جلاله مثلا او التهابات. انت في هذه الحاله عندك ضربات عينيك جلاله ملي كنحيدوها كنديروا العدسه. بالنسبه لي كتكون العين مفتوحه على الجلاله الشوف القرب ما كيبقاش دونك كنديروا نظاره للقرب هذه ضروريه. حاله اخرى كتكون عيني الا سمحتي لي يا دكتور ما كنشوفش البعد انا دونك دابا القرب ولكن البعد كيكون واحد الاختلاف بين العين اليمنى والعين اليسرى. حاله اخرى انا ما نقدرش نعرف واش القرنيه ديالك مزيانه واش العدسه واش العبر هذاك الشيء كله خصنا اثبات خصك تقلبي وتشوف. حاجه اخرى قلتي عندك ديبلوبي يعني كتشوفي جوج من الحاجه يقدر يكون عينك شويه فالته اليمنى على اليسرى مع التروماتيزم مع ديك الضربه. دونك هادو بعض المسائل اللي خص الفحص خصك تمشي عند الطبيب ديالك ويشوف لك واش وتشوفي الطبيب ديك السيده اللي كدير الترويض وتشوف واش عينك فالته عندك واحد الحوليه شويه اللي كتجعل بان العين كتشوف واحد الجهه وعين اخرى كتشوف جهه اخرى. خاصه وان كيف ما قلت لنا دكتور هو انه حتى بالوراثه يعني الاب ديالها عنده المشكل ديال ارتفاع يعني ضغط العين. باش نرجعوا للموضوع ديالنا بالنسبه لي 38 خصها تعبر الطونسيون كاين الوراثه وانت سمعتي ما بقاش كيشوف واخا دار العمليه الجلاله يعني كاين الناس اللي عندهم جلاله وكيسحب لورا واخا عنده جلاله وطونسيون. دونك حنا كنكونوا كنتعرضوا في هذه الحالات يعني جلاله وطونسيون وكان يقول كنحيدوا الجلاله وكنلقاو العصب البصري بيض يعني الطونسيون هلك العصب البصري يعني واخا دير العمليه الجلاله ما يشوفش حيت المشكل راه هو في الطونسيون راه ماشي في الجلاله. الجلاله غير زايده. بالنسبه لهاد لا طونسيون ولا ارتفاع ضغط العين او الزرق اللي كيسميوه بالدارجه يعني كيفاش يكون التشخيص ملي كنمشيو عند الطبيب؟ بالنسبه ملي كتجي عند الطبيب اول حاجه كان ياخذ الشوف كيعرف الشوف بصفه عامه النظر كيكون مزيان غير الا كان في الحالات المتقدمه. من بعد الرؤيه كنعبروا الطونسيون. ملي كنعبروا الطونسيون كاين ماكينات الجداد الالات كيكون فيهم العبر ديال القرنيه والطونسيون لا باكيمتري يعني الطونسيون اجوستي يعني كنقولوا الطونسيون كنشوفوا القرنيه وكنشوفوا العبر ديالها واش مزيان ولا لا. دونك ملي كنشوفوا طونسيون طالع فوق واش 21 ولا فوق 21 ولا 25 ولا 30 من بعد كنقولوا الطونسيون واش طالعه ولا ما طالعاش. من بعد ثاني حاجه كنقطروا العوينه ونشوفوا المومو كيتحل وكنشوفوا العصب البصري. العصب البصري كيبان لنا واحد العلامه بان واش دايز فيه الدم مزيان واش محفور في الوسط كتسمى اكسكافاسيون. حنا دابا درنا تشخيص عادي من بعد كيخصنا داك الشيء التشخيص كيكون دقيق حيت الجلوكوم شنو هو؟ الجلوكوم هو ماشي غير الطونسيون طالعه. الجلوكوم هو ملي كتكون العصب مقيوس بالطونسيون ماشي الطونسيون. نقدر نكون عندي الطونسيون طالعه بلا ما يكون العصب مقيوس وما كيسماش جلوكوم. بالنسبه انا شفت العصب مقيوس ولا شويه شكيت بانه مقيوس كندير واحد التحاليل اخرى. كنقدر ندير واحد شون فيزوال هو مجال الرؤيه كيمشي يدير عند الاورتوبتيست واحد التقليبه باش كنشوفوا الرؤيه ديالو الجانبيه واش بدات كتقاس. وبعض المرات كنديروا لو سي تي هو واحد بحال سكانير ديال لو نيروبتيك ديال العصب البصري باش نقيسوا بالضبط شحال الخلايا اللي ميتين وشحال الخلايا اللي مازالين واش الخلايا ميتين ولا مازال حيين. واحد لو كود سميتو RNFL كنديروا وإلا شفنا بان ديك لاكورب المنحنى راه هبط للحمر يعني راه ما مزيانش وتما كنقدروا نتتبعوا هذا البلو سي تي والشون فيزوال كل 6 شهور مثلا ولا 3 شهور ولا كل عام على حسب الحده ديال الطونسيون. هذا بالنسبه للمسائل اللي كنديروها. كاين بعض الحالات اللي كنشكوا كنلقاو 18 19 ولا 21 22 23 معدلات قريبه ولكن مثلا ما طلعش بزاف 21 20 وبلا باكيمتري. في هذه الحالات كنقدروا نديروا سيرفيونس كنبقى نعيطوا للمريض كل شهرين 3 شهور. بعض الحالات كنلقاو مره 25 مره 15. دونك في هذه الحالات كنجيبوه النهار كله كنديروا العبار ديال النهار كله المنحنى لا كوب دو طونوس وكنشوفوا واش كاين شي مرات دارت لي بيك دو طونسيون وكنشوفوا واحد كنديروا مجموعه العوامل وكان كوفيسيون كنشوفوا واش الوالد ديالو ولا بمو ولا عندها الطونسيون واش السن ديالو كنشوفوا واحد لي كوفيسيون كتسمى لي كوفيسيون ومن بعد كنعطيو الدواء ولا ما كنعطيوش الدواء على حسب هذه المسائل كلها.
بالنسبه للعلاج العلاج نخليوه يعني حتى الاخير. وبالنسبه قبيله كنا كنتكلموا على اساس انه كاين بعض الادويه اللي فيها الكورتيكويد، ولا كاين بعض الاشخاص اللي كيف ما قلتي يعني كتنتهي يعني داك العلاج ديال التقطيره ديال الاسبوع ولا 2 الاسابيع، ومع ذلك ممكن انه مثلا ملي يحس بواحد الحاله في العين ديالو كيرجع ليها. انا اليوم الا كان عندي ان سول ميساج نقولوا ولا 2 ميساج، الا وصلنا 40 عام وخصنا نعبروا الطونسيون واخا ما كنحسوا حتى حاجه، بغينا نبدلوا النظر في 40 عام، حيت 40 عام كنبدلوا النظر للقرب كندير اولا كنديروا النظر للقرب نعبروا الطونسيون. هذه اول حاجه. اختي شي اللي كان الاب الام ولا شي واحد عنده الطونسيون هذا المشكل. ثاني حاجه لو ميساج اللي الثاني هو هذوك لي كورتيكويد. هذوك لي كورتيكويد كاين الناس اللي كيتعالجوا على الحساسيه العين، كيدير تقطيره كيقول لك ولا بومادا كيقول لك انا عيني رجعت مزيانه من بعد مابقاش عيني حمراء وبياض. انا وكيمشي الطبيب عطاها له على 10 ايام، هو كيمشي يكمل على الدواء واخا ما كيمشيش الطبيب كيبقى يديرها كاين اللي كيدير 10 شهور 4 شهور. كيولي عارف السميه ديالها ويمشي واحد الدواء لا ديكزاميتازون هذيك كيطلع الطونسيون معروفه حنا كنعرفوها، يعني حتى الطبيب ملي كيعطيه على واحد المده وجيزه على 5 ايام 10 ايام ما كيفوتهاش في شهر ولا 3 شهور، واخا هكذا كيديرها وكيعبر الطونسيون ملي كيديرها. الاغلبيه كتعطى بلا ما كتعطى الفارماسيين بلا ما كتاخذ استشاره عند الطبيب، بلا ما كياخذ الورقه دونك ديال الطبيب، وفي الاخر كيجي اما كتطلع له الجلاله وما كتطلع له الطونسيون. وكاين سورتو كنقص لي جون الدراري الصغار عندهم الحساسيه هما اللي كيستعملوا بزاف هاد لي برودوي. دونك انا اللي كنقول اولا يعبر الطونسيون بصفه دائمه 40 عام، وثاني حاجه هاد لي كورتيكويد يتجنبهم يشوف الطبيب ديالو، وما كاين حتى اشكال في هاد الحالات هذه. فعلا كيف ما قلتي نصيحه مهمه بزاف، هو انه كيف ما قلتي يعني ملي يكون عندنا مثلا بعض الادويه الخاصه بالعين او تقطيره يعني من يشوف لي كورتيكويد بعدا واش فيهم ديكزاميتازون يحل الورقه يعني ديال يحل الورقه ويشوف ديكزاميتازون كورتيكويد واش كاينه، هذيك ما يديرهاش غير يعطيها له الطبيب عاديه. في الخارج ما كنقدرش نعطي انا لي كورتيكويد نستعمل لي كورتيكويد انا ما عطاش الطبيب. دونك هذه مسائل بسيطه جدا. نوصلوا باقي المكالمات ومعنا رشيده من مراكش. الو لاله صباح الخير. صباح النور رشيده. بزاف على البرامج ديالكم كنستافدوا منكم بزاف، الله يجازيكم بالخير. بارك الله فيك شكرا. وعندي سؤال عافاك للدكتور. الله يخليك، عندي حساسيه بزاف في العين، ما نقدرش نقول لك منين. المهم انا ديما عندي هذه الحساسيه، تنمشي حتى عند الطبيب تيعطيني تقطيره وتنستعملها، وديما تيبقى عندي نفس المشكل ونبدل الطبيب، وديما عندي هذيك الحساسيه في العين. ومره العين اليسرى تتبقى تقريبا اسبوع هي كلها تتهز تتفرفر. هذيك ماشي العين، هذاك الجفن العين هو اللي تتبقى هي ما تنعرفش شنو اسمه. دونك لي سبات هذوك يسمونها. نعم. دونك بالنسبه للحساسيه عندك شحال مره في العام كتجيك ولا مره ديما انا عندي الحساسيه في العين. واش عندك حساسيه ولا عندك نشوفيه؟ حيت المرات كاين بزاف الناس عندهم نشوفيه كتحب لهم نشوفيه. عندي دكتور حساسيه. والدموع عندك الدموع كاين كلشي، كاين كلشي طبيعي. ونيف كياكلك؟ لا النيف ما تياكلنيش، ودنيا اللي تياكلوني. دونك عندك الحساسيه في الجلد ديالك ولا في ودنيك؟ كاين عندك واحد ودنيا تياكلوني حتى هما، عندي فيهم حساسيه. استعملتي الكينات ديال الحساسيه اللي كيعالجوا العين والودنين؟ استعملته ولكن راه ديما ما تعطيني حتى شي نتيجه. مشيتي الطبيب ديال الحساسيه مثلا ديرماتو طبيب الجلد باش يدير لك التحاليل باش يشوفوا شكون الحالات اللي كدير لك الحساسيه في ودنك وفي كتسمى لا ديسونسيبيليزاسيون. كيدير لك واحد لي تيست كيديرهم في الجلد ديالك باش كيشوف شنو هي الماده اللي كدير لك بالضبط الحساسيه. في بعض الحالات كنحيدوها من التيست كنديروا لا ديسونسيبيليزاسيون، هذو كيسموا لي بيك تيست. من بعد هذه من جهه. بالنسبه للعينين اللي ننصحك ديري بحال دابا لو سيروم فيزيولوجيك، دونك هذاك بحال السيروم عادي ما فيش هذا، ديري بزاف المرات كتغسلي عينيك من ديك الماده اللي كدير الحساسيه الالرجين. خاصو يعني باستشاره الطبيب ولا لو سيروم يمكن ديرو بلا باستشاره، حيت دو سيروم فيزيولوجيك اوكولير ديال العينين كتغسل به عينيك بحال اللي كنديروا في النيف مثلا. ولكن هو كيكون ديال العين هذاك ماشي باستشاره الطبيب. الا كانت عارفه هي عندها الحساسيه ما يمكن دير دي كولي اونتي ستامينيك ديال الحساسيه. في بعض الحالات ملي كيكون الحساسيه كثيره كتبقى لا سمحتي دكتور تتبقى تغسل بهم العين ديالها كترش بحال كترش عينيها. دونك كتقدر دير 3 4 5 المرات، حيت بحال كنغسلوا العين من ديك الماده اللي كتخلق الحساسيه كاسمها الالرجين. هذه من الجهه. دونك ومع استشاره ديال الاختصاصي في امراض الجلديه باش تعرف فين كاين الحساسيه. الا بقى هذا الشيء كيرجع كدير لونتي ستامينيك الاول، لونتي ستامينيك الثاني، كنقدروا نعطيو لي كورتيكويد اللي كنا كنهضروا عليهم قبيله، حنا كنعطيوهم باستشاره الطبيب في واحد المده قصيره جدا، في واحد لي دوز هذا، ولكن واحد المده قصيره. وفي بعض الحالات كتكون الحساسيه كثيره وكيكون عندها عواقب على القرنيه. في بعض الحالات قليله كنقدروا ندوزوا لواحد دي برودوي اللي ما كاينش في المغرب سميتهم لاستيكلوسبورين، وكاينين وما كاينش حتى في فرنسا كيف في الامارات وفي امريكان، وقليلين كيعطيو واحد المفعول. مي هادو في حالات
اللي كتكون قصوى وعندها مضاعفات في القرنيه. هذا هو المشكل بالنسبه للحساسيه، سورتو عند لي زونفون، عند الدراري الصغار. واخا دكتور ناخذ مكالمه اخرى من فاس. معنا بشرى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بشرى اختي شكرا بزاف على هذا البرنامج هذا وعلى هذا الخير اللي كديروا فينا. بارك الله. الله يبارك فيك. دكتور صباح الخير. صباح الخير. لا يعطيك شكرا. دكتور عندي واحد الاخ عنده 28 سنه وديرنيامون هذه ما كانش 6 شهور عاد انتبهنا بان عنده لا طونسيون في العين وعاليه. دابا ما عرفناش هو خدمته كتبازي اسونسيالمون على الانفورماتيك على البيسي وكيشرب القهوه بزاف. دابا ما عرفناش واش هادشي حتى هو كيزيد في هذا المشكل ديالو ولا لا. باش نثبت معك الوالدين ديالك عندهم طونسيون ولا العم ولا العمه؟ ما كاينش شي واحد اللي كيدير التقطيره ديما بصفه مزمنه؟ كاينه الخاله ديالنا ولكن هي عندها ناشفه العين. لا طونسيون التقطيره ديال لا طونسيون حتى واحد ما عنده لا طونسيون. وهو كان كيستعمل الدويات بحال لي كورتيكويد واحد الوقت وكان حبسهم على حسب الحساسيه وقدروا يكونوا طلعوا له الطونسيون. ما عرفتيش؟ لا ما كانش كيستعمل حتى شي حاجه. هو تقطيره في عينه غير مره كيديرها، كيحمر عينه كيديرها. كتحمر له العين هو غير شنو. وكان كيتقطر في عينه بلا ما يشوفش الطبيب مثلا. وصغير يكون بوسيبل لان قرا واحد الفتره بعيد علينا يعني ممكن انه كاين هذه المساله هذه. دونك هو عين وحده ولا جوج عينين؟ لا زوج. دونك هذه وشحال الطونسيون عنده؟ هو كانت عاليه، كان قال لي هو بلي وصلت له شي 28 على العين. 28 بزاف. بالقرنيه كان عبر القرنيه ودار له الطونسيون، حيت كان عبر القرنيه والطونسيون في نفس الوقت. الا كانت معبوره بالقرنيه يعني 28 بزاف، وسورتو هو مازال صغير 28 عام يعني ما يمكنناش نخليوه 28 عام. واخا تكون العصب ديال البصري ما مقيوس خصنا نداويو نعطيو له الدواء. دابا الدواء هبطات للقل من 21. لا هبطات الحمد لله، غير انا كما قلت دابا وليت خايفه من هذه المساله ان نوصلوا شي حاجه قبيحه. والشون فيزوال ديالو ديك الحقل الرؤيه ديك الشون فيزوال داروا له التحاليل من بعد ملي شاف الطونسيون. اسمح لي دكتور ما واحد التقليبه ديال المجال الرؤيه باش كنشوفوا شحال وصلت المخلفات ديال الطونسيون. واحد مجال الرؤيه مجال البصري واش كنداروا له نورمالمون كان داروا له قال له بان الامور مزيانه في السنان دابا، غير هو خصو ينتبه بزاف وبقاش محس باي شي حاجه وخصو يدير عنده ديما كونترول. دونك وكيدير كونترول طول 3 موا كل 3 شهور. نورمالمون هو ملي كانت عنده قل من 14 هو ديما عنده نظر ناقص ديما مضادر. ما عندهم علاقه نظر ناقص مع الطونسيون. بحال قلت الطونسيون كتبدا في الاول عاديه وعاد النظر كينقص. الا كان حريق الراس ممكن يقدر يكون عنده علاقه مع النظر، ممكن عنده علاقه مع الطونسيون. بالنسبه ل 28 عام مازال صغير على هذا على الطونسيون. في بعض الحالات ملي كيكونوا الناس صغار حيت هادو امراض مزمنه. تصور بان هيبدا يقطر في عينيه دائما الى الابد. دونك بعض الحالات كنقدروا نستعملوا واحد بالنسبه للعلاج نقدروا هذا واحد لازير مثلا كيسمى SLT. واحد اللازير كنقصوا به سواء الدواء كنحيدوا به الدواء ولا كنقصوا به العدد ديال الادويه اللي كنديروا. حيت هو مازال صغير ويبقى يدير الدويات بزاف. دونك نقدروا نستعملوا واحد اللازير SLT كينقصنا مثلا واحد 5 درجات. يعني كان 28 كترجع مثلا ولكن الدكتور كتبداو بالادويه هي الاولى حتى كتشوفوا هذا كنبداو بالادويه وكنشوفوا السن الانسان. اذا كان صغير وعنده الدويات بزاف نقدروا نديروا له مثلا هذا اللازير مثلا. هذا ماشي جراحه بالليزر ولكن ماشي جراحه بحد ذاتها. يعني هذه الجراحه يعني بالليزر يعني غير شحال في المئه يعني النسبه المئويه يعني غير كتكون قليله. هي ما كتهبطش، كتهبط واحد 5 6% 6 درجات كتعاون. يعني اذا كان الانسان عنده مثلا واحد 23 24 في الطونسيون اذا درناها له كتهبط 5 6 درجات يعني راه مزيان. كيتهبط شويه ل 15 راه مزيان، سورتو اذا كان مازال صغير. يعني يبقى يدير ديما الدواء وكنبقاو نراقبوا حيت حتى اللازير من المرات كيتسدوا عاوتاني ديك العريقات. دونك خصنا عاوتاني نديروا الدواء. وكاين الحالات ملي كيكون صغير كاين بعد نفكروا على الاطباء اللي اختصاصيين ديال الطونسيون اللي كنقولوا بان مازال صغير نديروا له العمليه ديال الطونسيون ماشي لازير اللي كنديروا. ولكن غير كتنقصوا من الاعراض ديال هذه الحالات يعني ما كيكونش العلاج يعني. لا الا درنا العمليه ولا بحال هذا كنقصوا الطونسيون. يعني بحال اللي كنديروا واحد الثقب في العين اللي كيجعل بان ديك السائل اللي كيخرج بسرعه. يعني بحال واحد الثقب كيدير شانت بين العين وكيخرج على برا. دونك ما كتكون غريبه المرض تقدر تسد ديك التقيبه اللي كنديروا بالجراحه. يعني كنبقاو نراقبوا واخا كنديروا. دابا دكتور باش نفهموا اكثر بالنسبه لارتفاع ضغط العين يعني لا طونسيون ديال العين بالنسبه للاشخاص اللي عانوا من هذا المشكل مثلا ودايرين استشاره طبيه وفي كل عام مثلا كيرجعوا عند الطبيب على اساس يشوفوا ويعبروا مثلا المعدل ديال طونسيون ديالهم. يعني هو العلاج تيبقى مستمر مع هذوك الادويه مع هذيك التقطيره اللي خصو
تماما. ياخذوها هو ماشي غتجي واحد المده وغادي نقولوا صافي راه تعالجنا من هذا المشكل. هو بحال المرض ديال الضغط بحال الدموي، الغده الدرقيه يعني الدواء ديالها كتاخذوا بحال افي. الضغط الدموي، بحال السكر. ما كاينش واحد مرض السكر وقال لك واحد النهار ما بقاش مريض، هذه راه اولا فيه الضغط وواحد الناس ما بقاش فيه الضغط. لا، الا كان فيه الضغط ديال العينين يبقى ديما فيه الضغط ديال العينين. دونك كنتفاهموا يعني الدواء خصو دائما نديرو، ما يبقاش واحد النهار نورمال. دونك مرض مزمن. دونك هذه سوف الا كان الضغط الزاويه مسدوده، هذيك كاين فوا كنديروا اللازر صافي ما كيبقاش الضغط. كان على الضغط اللي كتكون الزاويه مفتوحه، هذاك ضغط مزمن مرضي كرونيك. يعني دائما الدواء افي الحياه دائما. وما خصوش الانسان تقترح، حيت كاين الناس الكبار اللي خص كيكون بوحديه ولا تقطيره ما كيحطهاش في عينيه، كيحطها شويه على برا اولا ما كيقدرش هو بيديه يدير ديك التقطيره. هو كيسحب راسو راه كيدير الدواء ولكن راه ما كيديرش الدواء. بعض المرات كنلقاو لي شي طالعين. دونك هادو حالات مزمنه عليها ديك. الا تقاس الدراري الصغار على 28 عام 30 عام كنفضلوا بعض المرات نديروا سواء هذاك اللازر اس ال تي ولا نديروا بعض المرات عمليات جراحيه اللي كتجعل بان واحد المده ديال 10 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين كيكون مهني ما كيدير لا تقطيره لا والو، كيبقى غير يراقب بصفه منتظمه. وبالنسبه مثلا الاشخاص اللي ربما كيربطوا هاد لا طونسيون ديال العين، واخا انت عطيتينا يعني الاسباب ديالها، كاين اللي كيقول لك مثلا تقلق او لا مثلا كان عنده مشكل ومثلا ما هضرش فيه ولا شي حاجه، كيلقى انه العين ديالو مثلا فيها بحال نقطه حمراء او لا بحال شعيرات بدات كتبان اكثر، يعني التقليقه او لا العصبيه، كيظنوا على انه ربما تعطيه هاد لا طونسيون ديال العين. ما كاينش علاقه. لا، ما كاينش علاقه بين التقلق والطونسيون ديال العين. الا تطلع الطونسيون ارتيريال، وملي كتطلع الطونسيون ارتيريال راه الانسان ملي كتطلع الطونسيون ديال العروق اللي فات 20 ولا 22 ولا 23 كبيره، كيبقى يبانوا له الانسان بحال انقطاعات. هادو راه حيت الطونسيون ارتيريال. اما الطونسيون ديال العين ما عندها علاقه تماما مع القلق، ولا هادو امراض وراثيه او لا كيكون هاد ليكورتيكويد او لا تقدم في السن كيف ما او قلت البشره الداكنه اللي معروفه وكثيره. هادشي الطونسيون كثيره ما كنلقاوها بزاف. ناخذوا مكالمه اخرى معنا زياد من ورزازات. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. زياد اختي شكرا على هذا البرنامج، الله يجازيكم بالخير. مرحبا اختي، بغيت نسول الدكتور. انا دابا هذه مده ديال شي عام وشهرين عيني كتحمر ليا، مره كتحمر ليا، مره في 3 شهور، مره في 4 شهور. مشيت للدكتور ودرت التحاليل، جميع التحاليل ديال السكر ديال جميع زعما كاع التحاليل كلها بقاو مزيان. قال لي ربما عندك التهاب في الجسم ديالك، تبعي مع دكتور باطني. يا سيدي. ومن بعد مشيت درت واحد المده ديال 8 شهور هكاك، ولات بدات كترجع ليا ثاني كتحمر ليا متقاربه، ما بقاتش ديك 4 شهور 3 شهور 5 شهور ولا كذا، كتحمر ليا تقريبا كذاك المرات 2 مرات في الشهر. والتقطيره كديريها بماذا؟ درتها ولكن قال لي بوندون 15 جوغ وحبست. وملي كتحبسيها كتعاودي تحمر؟ ملي كنحبسها كدوز واحد المده ديال تقريبا ثاني شي شهر في حاجه كترجع تحمر ليا. وعندك حريق في المفاصل ديالك ولا لا؟ لا، ما عنديش الحرق في المفاصل ديالي. كيخرجوا لك الحبيبات في الجلد ديالك، الحبيبات في الجلد ولا في اللسان ديالك؟ لا ما عندي لا لي زافك لا والو. سولني الدكتور نيت، لا ما عنديش. غير واحد العين اللي كتحمر ليا هاد لاكوش، غير اليسرى. كاين الالتهابات، كاين حيت الالتهابات كثيره في العين، ما كاينش غير التهاب واحد. يعني واش التهاب في البيض ديال العين وكترجع العين حمراء في القنيات، ولا والشوف كينقص ولا ما كينقصش ملي كتكون التهاب؟ المهم عندي كتكون لي من جسمي مره حمراء مره من لا، ملي كتكون حمراء واش الشوف كينقص ولا ما كينقصش؟ لا ما كينقصش، لا يعني 10 على 10. طيب دونك هذوك حيت كاين لوفيت هي الالتهاب الداخلي ديال العين، هذا كيكون التهاب خطير، يعني كينقص الشوف. ملي كيكون التهاب، ملي كيمشي الالتهاب الشوف كيطلع، هذوك كيكونوا خلايا لداخل في العين. وكاين التهاب خارجي اللي كيكون في الحموريه، هذه كتكون ايبيسكليريت ولا تكليريت، هذيك كتكون عندها علاقه مع واحد الامراض باطنيه تماما. ولكن الامراض الباطنيه كاين كثيره بزاف، ما كنقدروش نديروا نقلبوا عليهم كلهم. حنا كنراقبوا ديك الحموريه ملي كيكون هذا المشكل كنعطيو هذا الدواء. وكاين بزاف ديال العوامل، ما كاينش غير كاين معلومات الحساسيه براسها تقدر تعطي هذا ليبيسكليريت وهذا الالتهاب. انا عندي الحساسيه، انا عندي مشكل ديال الحساسيه الان، عندي كداوي على الحساسيه بعدا هي الاولانيه، وتعطي الدويات اللي كيعطيك الطبيب ديالك، وتعبري الطونسيون، حيت ديك الدويات راه كيطلعوا الطونسيون ديال العين، فهمتي؟ وعاد وتقلبي الطب الباطني تشوفي واش مازال شي حاجه ما درتيهاش. كاين مثلا مرض السل كيقدر يعطي هذه المسائل قديم، فهمتي؟ كاين بعض الامراض اللي نقدروا نقلبوها ونلقاوها، خصنا غير نقلبوا عليها. تعرف يعني شنو من الامراض اللي كاين واحد 30 ولا 40 مرض يقدر يعطي هذه الحساسيه، ما كاينش غير حاجه ولا جوج، هو عطاك غير حاجه يقدر تقلبي حوايج اخرين. واخا غادي ناخذوا انس من اكادير. الو
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انس مرحبا لاله. اختي سمعتي؟ مرحبا. كان هذاك باغا نسول الدكتور. تفضلي ومعك مباشره. تفضلي. الو دكتور، انا عافاك، عندي ولدي عندي دابا عامين و9 شهور. ومنين زاد عنده العينين كيتعمشوا ليه بزاف. المهم ديتو عند 2 اطباء هكا غير عاديين تبعا، يعطوني اما بوماده اما تقطيع. المهم فديت عامين وحده ولات لي لاباس، ما بقاتش كتعمش ليه، والاخرى باقا كتعمش ليه. ديتو عند دكتور اختصاصي. لا المهم عنده واحد العرق هو اللي كيتبوش عليه، ولا ما عرفت يجمعوا ليه فيه. المهم داكشي باش كيتعفنوا. دابا قال لي غادي تمشي من هنا حتى ل5 سنين، غتقديو له واحد التقطيع طول. وكديري المساج، كديري المساج في بلاصه العرق. كديري المساج في الصباح وفي 12 في الليل. هو اصلا دابا في الاول كنت كندير المساج، ولكن دابا ما بقاش كيخليني، كنخليه حتى ينعس عاد كنبقى ندير ليه داك المساج. دابا عنده عامين ياك؟ عامين و9 شهور. دابا كاين على حسب المدارس، انت بالنسبه كاين المدارس ديال هذا الشيء ديال الاختناق ديال العرق ديال الدمعه. كيقول لك من بعد عامين 3 سنين يمكن لنا نسرحوا العرق، ما يمكنليش نتسناو حتى 5 سنين، يعني نديروا التسريحه ديال العرق بهذا السن هذا. كاين اللي كاع كيديرها قبل. بالنسبه للتسريحه ديال العرق الدمعه ماشي شي عمليه كبيره، الوليد كيتخدر غير بالغاز 4 ساعات. تخدير غير بلا على حسب القدره ديال ولا غير بالماسك، بلا ما كيديرش لانتوباسيون، بلا كان ماشي واحد التخدير كبير، وكتستغرق واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق. كندخلوا واحد انتوتور، كندخلوا حيت كاين واحد العريق كيدوز من العين للنيف. هذاك العريق عند الدراري صغار كيكون بالماء السدود. كنقولوا للوالدين يبقاو يديروا مساج في الصباح في 12 في الليل في ديك البلايصه العرق في القنية الداخلي ديال العين باش كيتحل. الا ما تحلش في عامين ولا 3 سنين، من الاحسن كنديروا التسريح ديال العرق وكيدوز في امان الله، ما كاين حتى مشكل من هذه الناحيه. يعني ممكن انها تعاود تشوف مع الطبيب ديالها، تشوف الطبيب ديالها ولا يمكن لها ديرو، سورتو الا كان العماش بزاف وكيديرونج. معنا سعاد من الرشيديه، اخر مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سعاد عافاك، بغيت نهضر مع الدكتور. تفضلي. مرحبا لاله. عافاك، عندي من في لا بيريود عافاك ديال لي راغل، قبل ما تجيني ومن بعد ما تجيني كيتغيروا عليا عينيا. ومهم كنحس بحال كيضروني النيت من العظم، والشوفه كتجيني مضبه وما نقدش نحلهم، ولا كي حليتهم كي شديتهم كيضروني. واش تشوف اللي كاين ناقص ولا العين كتضرك ولا بجوجهم العين كتشوف؟ لا غير وحده عندي ليسريه. بالنسبه لهذه الحالات، بالنسبه عند المراه، اما المراه الحامل ولا المراه اللي كتكون في الفتره ديال الحيض، كيكون واحد فارياسيون هرمونال، كتكون واحد الاختلافات الهرمونات ديالها. في هذه الحالات بالمرات المراه الحامل كتجي عندها كتكون عندها بحال ميوبي، كتبدل لها العبار ديال العين ديالها. دونك من الاحسن كتستشير الطبيب، ولكن عمرنا ما كنعطيو مثلا النظر عند المراه الحامل حتى كتفوت الفتره ديال الحمل، حيت كيكون الديجيشن ديالها عامر بالماء. دونك هذاك المياه كتكون في العين كتبدل العبار ديال الشوف. دونك هذه اون هيدراتاسيون كتكون. بالنسبه للمونسترياسيون في الوقت ديال الحيض، هذوك حتى هما كيكون اختلافات هرمونيه. تشوفي الطبيب في ديك الفتره اللي كتكون عندك هذا الحيض، وشوفي عبرك الضغط ديال عينيك، وشوف الالتهابات. حنا الا كان الضغط مزيان وكانت غير شويه العبار كيتبدل، هذاك الشيء ماشي مسائل اللي نخافوا منها بالنسبه لهذه الحالات هذه. دكتور طارق الألوسي، اختصاصي في امراض وجراحه العيون، كنشكرك بزاف على الحضور ديالك وعلى كل المعلومات والنصائح الطبيه اللي قدمتي لنا اليوم. تفضل. على هادشي ديال الضغط، عقل ما كنت مازال كنقرا في طب العيون، وكان جا عندي واحد المريض كيشوف 10/10 وقال لي انا كنسوق الكار من اكادير لفرنسا، وكنشوف 10/10 كنجي كنشوف العصب البصري ديالو كنلقاه ابيض، وكيشوف 10/10 وكيسوق الكار. دونك هادشي قبل ما تكون المدونه ديال السير هذا، حيت ما كناش كنعبروا الطونسيون ديك الوقت قبل. مني قلبت العصب ديالو لقيتو عنده 30 درجه 30 طونسيون في الطونسيون، والعصب ما بقاش كيشوفوها في لي كوتي، يعني عنده واحد الشوف توبولير، يعني كيشوف غير في الوسط.
يعني الا كان شي يعني وهو كيسوق. وهذه زعما كيتعاقل عليها هذه الصوره، بقيت عاقل عليها حتى لدابا. يعني انا بالنسبه لي واخا الانسان كيشوف 10 على 10 الضغط يقدر يكون حتى الجوانب. ودابا حنا عندنا في المغرب راه كنعبروا الطونسيون ملي كيعطيو البيرمي، كنديروا التقلبه ديال الطونسيون د العين، وفي الخارج الطونسيون د العين، وكيديروا حتى الشون فيزوال، حتى المجال ديال البصري، حيت نقدر نشوف مزيان. ولكن ملي كنسوق في ان كروازمون كتجي طوموبيله في الجنب ما كنشوفهاش حتى كتجي عندي. دونك عليه خص ضروري حتى المجال الرؤيه يكون فعلا، لانه هذه هي غتحمينا من حوادث السير ومن هذا فعلا نقطة مهمة. وشكرا لك بزاف الدكتور طارق الألوسي. وكنبغي نوجه تحية كذلك للسيد زكي عبد الفتاح رئيس الجمعية اللي جا حضر معك، ويعني من جمعية مبادرة الخير بدرب السلطان اللي جا معك باش نسقوا معاه إن شاء الله عما قريب كيفاش ممكن أننا نستقبلوا حالات يعني من برنامج اللامولاتي واللي عندهم مشاكل في أمراض ديال العين، يعني وتكون حالات اجتماعية اللي هي فعلا ما عندهاش قدرة على أنها مثلا يعني في التطبيب. شكرا سنة على الحس الإنساني ديالك، وحنا راه الإشارة. بارك الله فيك. وانتم يعني الحمد لله كتنسقوا معنا دائما، والله يجازيكم بالخير على كل هذه المجهودات اللي كتقوموا به ان شاء الله. والمزيد من المعلومات ويعني ونصائح اكيد انهم يدخلوا الموقع ديال نظر.ma. نظر.ma كاين لو لين، كاين يمكن لها تعطي اسئله بانترنت اولا كاين التليفون كنجاوبوا مجانا، ما كاين حتى مشكل. وكاين الجمعيه نقدروا نعاونوا الناس معها ان شاء الله. في الاسابيع المقبله غادي نعطي يعني بالتفاصيل كيفاش ممكن اننا ندرسوا هذه الحالات وهذه الملفات يعني بالحضور ديالكم باش نختاروا يعني حالات اجتماعيه اللي ما عندهاش قدره، وهكا ان شاء الله ناخذوا حالات للعلاج باذن الله. شكرا لك بزاف دكتور طارق الألوسي، الله يجزيك بالخير، واختصاصي في امراض وجراحه العيون. مشكور جدا على كل هذه النصائح وعلى كل هذه المعلومات الطبيه اللي قدمتي لنا اليوم في موضوع ارتفاع ضغط العين. شكرا لكم مستمعين على وفائكم.